كيف كانت نهاية السلطان أورخان غازي ثاني سلاطين الدولة العثمانية تاريخياً؟ ومتى توفي؟ وأين دفن؟ وكم كان عمره عندما رحل؟ وهل كان سبب وفاته الحزن؟ وكم استمر حكم هذا السلطان الذي استلم إمارة صغيرة من والده عثمان، ثم أصبحت في عهده دولة قوية لها عاصمة وجيش ونظام، الذي استطاع أن يثبت أركان الدولة، وجعل بورصة مركزا للحكم، وأصبح في زمانه أحد أقوى حكام المنطقة، حتى وصفه الرحالة ابن بطوطة بأنه أعظم ملوك التركمان وأكثرهم قوة ومالا. ماذا حدث في آخر سنوات حياته؟ وكيف أثرت وفاة ابنه الأكبر سليمان باشا عليه؟ وما هو السبب الحقيقي لوفاة السلطان أورخان؟ وهل مات وهو يقود الدولة؟ أم بعد أن سلمها لابنه مراد؟ هذا ما سنكشفه لكم في هذا الفيديو على قناة ثقافة قلم التعليمية والثقافية، لذلك شاهد الفيديو للنهاية، ولا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله. والآن نبدأ بنبذة عن حياة السلطان أورخان. يجب أن نتعرف على من هو السلطان أورخان غازي، وكيف كانت بداية ثاني سلاطين الدولة العثمانية. بشكل سريع، هو السلطان أورخان غازي بن عثمان بن أرطغرل ثاني سلاطين الدولة العثمانية. ولد في 6 فبراير سنة 1281 ميلادية، ونشأ في زمن كانت فيه الدولة العثمانية مجرد إمارة صغيرة تحيط بها الأخطار من كل جانب. تعلم منذ صغره فنون القتال والإدارة، وكان يرافق والده عثمان غازي في المعارك، حتى أصبح من أقرب أبنائه إليه. وفي سنة 1326 ميلادية توفي السلطان عثمان، فتولى أورخان الحكم، وكان عمره 36 عاما. ومنذ اللحظة الأولى بدأ أورخان في تحويل الإمارة إلى دولة منظمة، اعتمد على رجال أقوياء، كان أبرزهم أخوه الأمير علاء الدين الذي عينه وزيرا له، وكذلك القائد والإداري كارا خليل جندرلي. وخلال فترة حكمه اتخذ السلطان أورخان قرارات غيرت تاريخ الدولة، فنقل العاصمة من أسكي شهر إلى بورصة، وجعلها مركزا سياسيا واقتصاديا للدولة، كما قام بسك أول عملة عثمانية، في خطوة أعلنت استقلال الدولة اقتصاديا. أما في الفتوحات فقد تمكن من فتح مدن مهمة مثل إزنيك وإزميت وبرغمة، وامتد نفوذ الدولة إلى مناطق واسعة في الأناضول، كما ضم إمارة قراسي، والتي منحت العثمانيين قوة بحرية كبيرة. وكان أعظم إنجازاته دخول العثمانيين إلى أوروبا لأول مرة على يد ابنه الأمير سليمان باشا، الذي فتح مناطق واسعة في تراقيا، وأصبح يعرف بفاتح الروميلي. وخلال هذه الفترة زار الرحالة الشهير ابن بطوطة الأناضول، وقابل السلطان أورخان، وقال عنه إنه أكبر ملوك التركمان، وأكثرهم مالا وبلادا وجيشا، وأن له ما يقارب 100 حصن. وكان حكم السلطان أورخان قد استمر حوالي 35 سنة، وهي فترة تحولت فيها الدولة العثمانية من إمارة صغيرة إلى دولة قوية. وهنا يطرح السؤال: كيف توفي؟ وما هو السبب الحقيقي لوفاة السلطان أورخان؟ وكيف أصبحت الدولة بعد وفاته؟ ومن تولى الحكم من بعده؟ وهل مات وهو يقود الدولة؟
كانت بداية سبب وفاته بالحزن الشديد، ما أثر على صحة بحزنه على أحد أبنائه، حيث أنجب السلطان أورخان بن عثمان ثاني سلاطين الدولة العثمانية 5 أبناء ذكور رئيسيين، وهم سليمان باشا ولي العهد الأول، ومراد الأول الذي تولى الحكم بعده، وقاسم باشا، وإبراهيم باشا، وخليل باشا. كما أنجب 3 بنات هن خديجة وفاطمة وسلجوق خاتون من زوجاته المختلفة. كما وضحنا لكم في فيديو سابق تحدثنا فيه عن كم عدد زوجات وأبناء السلطان أورخان بالتفصيل، يمكنكم مشاهدته على القناة، حيث كان خلف هذه القوة من الأبناء حدثت هناك مأساة غيرت حياة السلطان أورخان، فقد كان يعتمد اعتمادا كبيرا على ابنه الأكبر سليمان، الذي كان قائدا عظيما ورافقه في الفتوحات، وكان يراه الوريث المنتظر للعرش. لكن في سنة 1357 ميلادية، وأثناء رحلة صيد، سقط الأمير سليمان من فوق حصانه وتوفي بعد ذلك. كانت هذه الحادثة صدمة كبيرة حزنت قلب السلطان أورخان، وفقد بعدها رغبته في إدارة شؤون الدولة، فبدأ يسلم المسؤوليات إلى ابنه الثاني مراد، وانعزل في مدينة بورصة يقضي أيامه بعيدا عن ميادين القتال، حتى جاء شهر مارس سنة 1362 ميلادية، حيث توفي السلطان أورخان عن عمر ناهز 81 عاما. وكانت وفاته وفاة طبيعية بسبب التقدم في السن، لكن حزنه على ابنه سليمان كان من أكثر الأحداث التي أثرت عليه في آخر حياته. تم دفنه في مدينة بورصة بجوار ضريح والده عثمان غازي، وخلفه في الحكم ابنه السلطان مراد الأول، لينتقل بالدولة إلى مرحلة جديدة. وهكذا انتهت حياة السلطان أورخان، الرجل الذي استلم إمارة وسلم دولة أصبحت بعد سنوات إمبراطورية حكمت العالم لقرون طويلة. فهل توقفت التوسعات بعد وفاة السلطان أورخان، أم أن الأمير مراد واصل المسيرة في الفتوحات؟ السلطان مراد الأول بن أورخان من 1326 إلى 1389 ثالث سلاطين الدولة العثمانية وحفيد مؤسسها عثمان، حكم بين من 1360 إلى 1389 متر، وواصل المسيرة ووسع أراضي الدولة من 90,000 إلى 500,000 كيلو مترا مربعا. نقل العاصمة إلى أدرن، وقاد فتوحات واسعة في البلقان، واستشهد في معركة قصوة أو كوسوفو عام 1389 ميلادية بعد انتصاره، وهو السلطان العثماني الوحيد الذي استشهد في ميدان المعركة. وهكذا استمرت الدولة العثمانية بسلسلة من السلاطين من نسل أورخان تواصل الفتوحات الإسلامية لأكثر من 600 عام حتى سنة 1922 ميلادية، كما أوضحنا لكم ذلك أيضا في فيديو سابق يوضح شجرة سلاطين الدولة العثمانية بالترتيب من عثمان الأول إلى عبد المجيد مع بداية ونهاية كل سلطان. ولهنا ننتهي من موضوعنا اليوم عن وفاة ثاني سلاطين الدولة العثمانية، ويتمنى أن ينال إعجابكم، فلا تنسي الإعجاب والاشتراك في قناة ثقافة قلم التعليمية والثقافية، لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله.